السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة عاوز أفتح موضوع حساس جدا ومهم، موضوع بيتكرر كل يوم حوالينا، موضوع بيكسر نفوس بنات وبيضيع رجالة وبيخرب بيوت قبل ما تتبني. الموضوع هو الجواز مش فرض بالعافية. طيب نبدأ منين؟ من كلمة تقيلة جدا على ودن البنات: عنوسة. المجتمع اخترع الكلمة دي وخلاها وصمة بتطارد أي بنت تتأخر في الجواز، كلمة ملهاش أي أساس ديني ولا أي أساس منطقي. بس الكلمة دي بتعمل إيه؟ بتخلي البنت تبص لنفسها إنها ناقصة، بتخليها تسمع تعليقات جارحة من قرايبها وصحابها وجيرانها: انتي لسه؟ هو محدش خطبك؟ طب انتي شكلك صعب؟ يمكن شخصيتك وحشة؟ ويفضلوا يرموا كلام كأنها عاملة جريمة، مع إن الجواز في الآخر نصيب. البنت ممكن تكون مركزة في شغلها أو في تعليمها، أو ببساطة ربنا مأخر النصيب، لكن المجتمع مش بيرحم. كل ما تكبر سنة يزودوا الضغط عليها لحد ما توصل لحالة إنها ممكن توافق على أي حد. ليه؟ بس عشان تتخلص من نظرات الناس وكلامهم. طب ده اسمه إيه؟ ده مش جواز، ده صفقة خسرانة من الأول. طيب تعالوا نقلب الترابيزة شوية. هو الشباب ملهمش نصيب من الضغط ده؟ لا، الشباب كمان ضحايا. كم مرة شفنا ولد يتجوز عشان أبوه أو أمه عجبهم البنت دي؟ كم مرة أهل العريس يقولوا دي مناسبة، أصلها بنت ناس، أصلنا عارفين أبوها. طب والولد نفسه موافق ولا مش موافق؟ بيحب ولا ما بيحبش؟ لا، هو مش مهم. المهم عندهم يستروا عليه بأي شكل. في شباب فعلا بيتجوزوا وهم مش عايزين، أو بيبقوا حاسين إن البنت مش مناسبة، بس يعملوا إيه؟ أهله ضغطوا، المجتمع ضغط، الكلام الكتير خلاهم يقولوا ماشي نتجوز ونشوف. وبعدين بيت يتبني على إيه؟ على المجاملة؟ على الخوف من كلام الناس؟ لازم البيت ده يتخرب بعد شوية. الموضوع هنا مش بنات بس ولا ولاد بس، الموضوع إن الجواز مش فرض بالعافية. الجواز مودة ورحمة زي ما ربنا وصفه. الجواز شراكة حياة مش إرضاء للناس. الجواز اختيار حر مش إجبار بالعصبية والكلام الجارح. خلي بالك، المجتمع اللي بيضغط عليك النهاردة مش هينفعك بكرة. الناس اللي تقولك اتجوزي بسرعة قبل ما يفوتك القطر، أو يقولوا للولد خلاص اتجوز البنت دي مش هتلاقي أحسن منها. الناس دي مش هتيجي تعيش معاك في بيتك، ولا هتربي عيالك، ولا هتشاركك حياتك. اللي هيعيش معاك هو الشخص اللي اخترته بإرادتك واللي اختارك بإرادته. وخلينا نرجع للدين شوية. ربنا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فين المودة والرحمة لو البداية كلها ضغط وإجبار؟ فين السكينة اللي المفروض الجواز يجيبها لو العريس أو العروسة مش مقتنعين من جواهم؟ خلوني أقول حاجة مهمة هنا. الأهل ساعات بيبقوا فاكرين إنهم بيساعدوا ولادهم، بس الحقيقة إنهم ممكن يضيعوا مستقبلهم. لما الأم أو الأب يضغطوا على ابنهم أو بنتهم عشان يتجوزوا بسرعة أو من شخص هم شايفينه مناسب، هم كده مش بيبنوا بيت، لأ، هم بيبنوا قنبلة موقوتة هتنفجر بعدين. والأصعب من كده إن في بيوت كتير اتخربت بعد سنة ولا 2، والسبب الأساسي إن الجواز كان بلا عافية. وأكتر جملة تتقال بعد الطلاق: أنا ما كنتش عايزة من الأول، أو أنا ما كنتش موافق بس ضغطوا عليا. طيب ليه نوصل ولادنا وبناتنا للمرحلة دي؟ ليه من الأول ما نخليهم يختاروا بإرادتهم؟ ليه ما نربيهمش على إن قرار الجواز قرارهم هم مش قرار المجتمع؟ طب وإحنا دورنا كأهل إيه؟ نقعد نتفرج؟ لا طبعا، دوركم إنكم تنصحوا، ترشدوا، توجهوا، تحذروا من الغلط. لكن في الآخر القرار الأخير لازم يكون للي هيعيش التجربة. مش انت اللي هتعيش مع العريس أو العروسة، هو أو هي اللي هيعيشوا.